من عزبة الهجانة جينا لقينا الناس طيبة قوي، عندهم مشاكل كتير قوي، كهرباء، زبالة، محطة الأتوبيس غير آدمية. انت من سكان حي الهجان؟ انا بقالي 28 سنه في الهجانه. ايه اهم ما يؤرق الناس هنا، مشاكلكم الرئيسيه هنا؟ لا، بالنسبه لمشاكل الهجانه كتيره، بس خلينا نتكلم عن المشكله اللي احنا واقفين قدامها تحديدا، ودي مشكله موقف الهجانه، واللي هو تقريبا زي ما حضرتك صورت معانا يعني لا يمس الادميه بصله. كنا هو موقف اتوبيس يعني غير متقسم، مقلب زباله. الحي من بعد الثوره كان قبل الثوره يوميا الموقف ده بينضف، دلوقتي عربيات الحي نفسها هي اللي بتيجي تنقل الزباله هنا، ولو مثلا حد بيشيل نقله رمل او نقله راتش ولا حاجه زي كده ممكن يرميها زي ما حضرتك شايف المنظر معانا، ويا ريت الكاميرا تجيب بس المنظر. واحنا بننتهز وجود حضرتك هنا وبنقول لك ان من مشاكل هجانه موقف الاتوبيس ده حاجه احنا كلنا بنعاني منها، موقف غير ادمي بالمره، ونتمنى يعني كنا نتمنى ان حد من الدوله ينظر للموضوع. تطلب ايه من رئيس حي شارع مدينه نصر؟ اقول له يا ريس، لا ده لو هنطلب من رئيس حي شرق مدينه نصر هنقول له يعني عين الرحمه الهجانه. لما يكون عندنا في الهجانه النهارده انا ساكن في عماره مثلا 5 ادوار او 6 ادوار، يبقى عندي عداد في الدور الارضي تحت، واخويا فوق بيتعمل له محضر كهرباء لانه ما يقدرش ياخد فرعيه. ليه؟ لان الحي يقول لك هات جواب من الحي، وشركه الكهرباء تقول هات جواب من الحي، والحي يقول لك لا انتوا غير معتمدين. هو الغريبه ان ممكن مواطن هجانه يسال سؤال واحد، هو مواطن مصري ولا هو جنسيه تاني غير المصري؟ لان الكلام ده لا بيمشي في مدينه نصر ولا بيمشي في مصر الجديده ولا بيمشي في اي يعني حي من الاحياء اللي احنا ننتمي ليها، احنا تبع حي مدينه نصر. النهارده دي فرصه بنتكلم مع حضرتك، اهالي الهجانه كلها بالاجماع قدام القانون كلهم سارقين تيار كهربي. هو حضرتك محضر سرقه، لما حضرتك انا بقف في كمين وبيكشفوا على البطاقه بتاعتي بيطلع عندي محضر سرقه، وانا مش راجل حرامي، انا كل مشكلتي ان انا عايز انور شقتي. انا النهارده ده بيتي اللي انا عايش فيه، لو كل هو 5 6 شقق مش مسموح لي غير بعداد واحد تحت، وعشان امشي من تحت الترابيزه زي ما ناس كتير بتقول دخلنا في سين وجيم وفرشاوي وحاجات، انا دخلنا في موضوع كبير احنا مش قده. فنقول لرئيس حي شرق مدينه نصر، مواطن الهجانه مواطن مصري ليه حق العيش، مواطن الهجانه ليه حق ان شبكه الصرف الصحي اللي اتعملت من حوالي اكتر من 15 سنه اتعملت على بيوت كانت مبنيه دور واحد، النهارده الابراج 12 دور. كون ان حضرتك بتسالني ان انا مخالف، انت سبتني لما خالفت وسبتني لما عملت كل ده. يا ريس احنا في الهجانه نتمنى ان رئيس الحي بدل ما نخاطبه عن طريق حضرتك يتشرف ويتكرم وياخد من وقته 10 دقايق ينزل الحي. نتمنى ان هو لما ينزل يديني محضر على حاجه انا بعملها دلوقتي، انا اقول له من عناية الاثنين للدوله، انا يعني راجل خاضع للقانون وخاضع لكل ما يقولوه القانون، لكن ما تسيبنيش بعد المخالفات ما توصل لحوالي تقريبا من 20 سنه المنطقه بتخالف، وتيجي النهارده تحط لي السكينه على رقبتي وتقول لي انت مش من حقك تاخد عداد كهرباء، انت مش من حقك تقدم على الميه، انت امال ايه حق ايه؟ احنا المنطقة الوحيدة العشوائية في مدينة نصر، صح كده؟ احنا عزبة الهجانة دي هو بالنسبة له الوباء المنتشر في مدينة نصر. اظن تحت مفيش اي مشاكل، لو المجاري ضربت في ثانية بتكون العمال شغالين فيها للتسليك، هنا المجاري ممكن تضرب بالثلاث ايام. الموقف اللي احنا واقفين ده اللي حضرتك صورته دلوقتي اللي مليان زبالة بيبقى بركة ميه متراكمه بقى لها 3 ايام. حضرتك تخيل بقى زباله مع ميه بتعمل ريحه يعني ما يتحملهاش بشر. مشكلتكم ايه؟ مشكلتنا نشيل الزباله. مشكلتنا ايه؟ والماء بيبقى كويس ما نعرفش نقف فيه، ما نعرفش نركب اتوبيس منه، مش عارف يقف في الزباله. يقول واحد يشيل الزباله يقول لك لا يجي اللوطه انا عايز 50 جنيه عشان يشيل الزباله. نيجي نقول له، يجي الحي نقول له يقول لك انا عايز فلوس عشان اشيل لك الزباله، مفيش فلوس يسيب الزباله ويمشي. يقول لك انا اعمل لك انا عايز فلوس. يقول لك انا عايز فلوس. طب شيل بعد كده اديك الفلوس يقول لا، قال له ما اشتغل اديني 50 جنيه بتاعتي. تعرف بيك؟ احمد متولي.
انت سواق على الخط ده، دي نهايه خط ولا الموقف مش مجهز ابدا ان يبقى موقف عشوائي، مش موقف اتوبيس هيئه، يعني مش موقف بني ادمين، زباله وقرف وحمير وحصينه وكده. ما ضربتوش بالمسؤولين ليه يظبطوا لكم؟ والله المفروض يعني الهيئه والمحافظه هي اللي تعمل الحاجه دي، احنا نطلب من لهم ايه؟ العربيات دي بتدفع فلوس للمحافظه تبع الحكومه يعني. ده بيأثر على سلامه العربيه ويتعب سلامه البني ادمين، يعني ممكن البني ادم يقعد هنا 10 دقائق في الريحه يسيب العربيه وينزل. في اماكن بديله ممكن تتعمل موقف ليه؟ هو ده يتعمل، يتسفلت وينضف والزباله دي تروح في اي حته ثانيه. وبيجي لنا على وصلات النور زباله. طب ما فيش حد بيجي ياخد الزباله، دفعونا زباله. يقول لك مش عاجبك روح اشتكي، روح نشتكي، يقول لك ادفع الاول. طب ندفع منين؟ ماشي الاول ماشي بندفع. طب فين اللي بيجي ياخد مننا الزباله؟ يجي لك واحد يقول لك 10 جنيه في الشهر تدفعها على الزباله، ماشي بندفع ال 10 جنيه. تلاقيه بيجي لك اخر الشهر 3 4 ايام في الشهر يجي يلم الزباله وبعد كده وش الضيف. مشكلتكم هنا في منطقه في الزباله يا باشا، ما فيش حد بيجي يشرب شاي عندنا عشان خاطر الزباله وريحه الزباله، والبلاعه كل شويه تطفح تجينا لغايه هنا. بص احنا لسه رادمين الزباله الميه دي عشان الزباله اللي كانت هنا. ما بتروحوا الحي بيقولوا لكم ولا حد بيسال ولا حد بيسال ولا حد بيجي، ما فيش حد بيسال خالص. طب اشتكوا في حافظ ليه؟ نشتكي، كلمنا قبل كده كذا مره، ما فيش حد جه. حتى بتوع الاوتوبيسات الكبار قالوا احنا نعمل شكوى، اشتكوا كذا شكوى، مفيش حد جه. والناظر نفسه اتصل بالتليفون واحنا قاعدين، الناظر اتصل بالتليفون كذا مره واحنا قاعدين، مفيش اي حد بيجي ولا حد بيسال. عايزين نرفع القمامه ونظبط موقف الاتوبيس ونريح الناس السكان اللي جنب المنطقه، والناس تمر في الطريق بامان وسلام، وخدمه المنطقه كلها بالكامل، ورفع المخلفات دي وعمليه النظافه، وممكن تشجير المكان و يعني توضيبه لانه مدخل مهم جدا للعزبه. يعني هنا عندنا مشكله الكهرباء، عدادات الكهرباء، فاحنا هنا محطوطين في مشكله كبيره جدا ما بين الكهرباء وما بين الميه وما بين العدادات، مش عارفين هنجيب منين. طلباتكم كلها يعني يا ريت يفتحوا لنا العدادات ويقسطوها لنا مثلا كل شهر بحاجات مثلا نقدر عليها، يقدروا عليها الغلابه اللي زينا. يعني انا راجل على الله، مرتبي مثلا 50 60 جنيه مثلا، يعني بس شغل بقى 50 جنيه في اليوم مثلا ولا 60 جنيه في اليوم، هجمع ازاي ومعايا مثلا 5 6 عيال؟ عايزين حاجه عامه زي مستشفى. احنا هنا بنعاني من الصحه تامه، يعني النهارده اللي بيتعب اول حاجه بنوديه الدمرداش في اخر بلاد المسلمين، يعني لو في اعاقه في المرور في الطريق ممكن يموت. مدرسه مفيش مستشفى حكومي في 4.5 تما، مفيش مدرسه حكومه في 4.5 تما. منطقه تعدادها السكاني 1.5 مليون، ما فيهاش نقطه شرطه، ما فيهاش مطافي، ما فيهاش مستشفى، ما فيهاش مدرسه، ما فيهاش شارع مستفلت. 1.5 مليون فرد. تعداد منطقه 4.5، تعداد منطقه الهجانه تما. لو بتخاطب محافظ القاهره وكنت شايفك دلوقتي، انت فين يا محافظ القاهره؟ انت فين باللي بيحصل معانا؟ احنا مش عايشين، احنا تحت خط الفقر، تحت خط الاهمال، احنا مش موجودين على الخريطه. احنا من شعب مصر، احنا من شعب مصر.